تيجي تنجح فتتراجع وتسكت وتقول خلاص انا مش هبدأ دلوقتي، هنأجلها شوية، وتروح قايم تشغل نفسك بأي حاجة تانية، أكل، نوم، تتفرج على التلفزيون. بس الحقيقة كل ده هروب، انت بتهرب. المشكلة أصلا مش انك خايف، لأن الخوف ده شيء طبيعي جدا وبيحصل لكل إنسان. المشكلة الحقيقية انك بقيت صديق للخوف ده، قاعد جنبه وبتسمعه، مش رافضه، بالعكس انت بتسمع له جدا وبتصدقه. فبتقعد تصدق وتقول انا مش قد الحوار ده، انا مش حلو جدا، انا مش شديد، انا مش هقدر، انا لسه ما وصلتش للمرحله ان انا ينفع اخد فيها الخطوه دي، انا مش زي الناس اللي حواليا. هو اصلا من امتى بقى الطبيعي انك تمشي جنب الحيطه وتقول على نفسك انك قليل؟ هو مين اصلا اقنعك ووصل لك فكره انك لازم تبقى مثالي عشان تبدا اي خطوه جديده؟ مفيش حد بيبدا وهو جاهز. من الاخر كده انت اصلا لو مثالي وجاهز وعندك كل حاجه في الحياه انت مش هتبدا. انت هتعمل ايه؟ حد زي اللي عايز يبدا تمرين، استحاله توصل لمرحله ان انا وانا في البيت فانا تنين فانا جاي التمرين. طب انت هتيجي التمرين ليه؟ يعني انت لو جاي لي التمرين مثالي ومعاك كل حاجه وشاطر جدا، انت هتجيلي ليه اصلا؟ انت محتاجني في ايه؟ يعني انت جاي اصلا تتعلم ايه؟ فما حدش بيبدا وهو جاهز. في ناس كتير قوي بدات اي خطوه جديده في حياتها وهم تايهين، ضعاف، مكسورين، بس المهم ان هم اتحدوا نفسهم وخوفهم وبدأوا، ومن اول خطوه لقوا نفسهم بيتغيروا. فاحنا مش محتاجين ننتصر في اول جوله، احنا محتاجين نتحرك، نكسر الجمود والكسل اللي فيه، محتاجين نقول كفايه خوف بقى، محتاجين نبدا ولو بخطوه واحده. ياما ناس ضيعت فرص كتير وخطوات كتير علشان بس خافت. فاوعى تستهين باول خطوه. اللي بيخس 20 كيلو بدا باول خطوه اللي هي خس كيلو واحد، اللي نزل وبقى بطل بدأ بأول خطوة ان هو نزل اتمرن، اللي دخل في علاقة واتجوز الإنسان اللي هو بيحبها واتجوزت الإنسان اللي هي بتحبه بدأ برضو بأول خطوة وراح اتكلم. وكل مشروع كبير بدأ بخطوة واحدة اللي هي فكرة على ورقة. في النهاية خد بالك الخوف مهم جدا عشان تقدر تنجو بحياتك، بس برضو الخوف ده انت اللي لازم تتحكم فيه، ما ينفعش ان الخوف هو اللي يتحكم فيه. وما تنساش انت لازم تتحدى خوفك عشان ده هو المفتاح الحقيقي للشجاعة. فاوعى تموت وانت لسه ما عشت، واوعى تفضل خايف من البداية لحد ما العمر نفسه يبقى هو النهاية.